اخطر شخص ممكن تقابله في حياتك، ولو انت في امريكا هتقابل منهم كتير. وعلشان انا شفت ناس كتير بيضحك عليهم قررت اعمل الفيديو ده. ولو انت خايف تقع في نفس الفخ اسمع الفيديو للنهاية يمكن تستفاد. اخواتي في الله العوف عليكم، النهارده هكلمكم عن السوشيال انجينيرنج، بالعربي الهندسة الاجتماعية. دول الناس اللي هم بيتقنوا فن التلاعب بالبشر. دول الناس اللي بيسرقوك وانت واعي وانت راضي وفرحان دول مش هاكر قاعدين في اوضه ضلمه وبيحاولوا يهكروا جهازك ويسرقوا كلمه السر بتاعتك، لا. هم بيهكروا العقل، بيهكروك انت شخصيا، بيقنعوك تسلمهم كل البيانات اللي هم محتاجينها برضاك. طيب دول بيشتغلوا ازاي؟ ممكن رساله نصيه، ممكن ايميل، ممكن رساله على لينكدين. يبعت لك رساله مع لينك ويحسسك ان انت لو ما دوستش على اللينك دلوقتي عشان تشوف فيه ايه الدنيا هتخرب معاك. اشهرهم الرساله بتاعت التول اللي منتشره في الاخر ان انت عليك تول فلوس، لو ما دفعتش دلوقتي هنوقف لك الرخصه. او الرساله بتاعت البوسط او امازون تكون فعلا طلب طلبيه من على النت ويوصل لك رساله في نفس اليوم او بعدها بيومين ان الطلب بتاعك وصل لحد البيت وما عرفناش نستدل على عنوانك، فادخل حدث بياناتك. ويدخل لك لينك كده، تدوس على اللينك وكل حاجه وبسم الله ما شاء الله موقع رسمي لنفس الشركه، ولكن هو موقع وهم. اخطر نوع من السوشيال انجينيرز الناس اللي بيمثلوا ان هم اصحابك او احبابك. دول الناس اللي بتشوفهم وش لوش، بتتعامل معاهم معامله طبيعيه، بتاكل وتشرب معاهم، بس هم في الحقيقه مش اصحابك ومش احبابك، هم بيمثلوا عليك. والنوع ده بيكتر حوالين الناس اللي شغاله في مناصب حساسه، شغال في بنك، شغال في مكان مرموق، في حياه سريه ممكن الناس دي لو عرفت توصل لها مثلا هيستفيدوا بيها. طب ازاي نعرف السوشيال انجينيرز؟ ازاي نميز العمليات دي من غير ما نتأذي؟ اول حاجه السوشيال انجينيرز اللي بيتعاملوا معاك عن طريق الرسائل والايميلات دول هتلاقيهم دايما مستعجلين. الحق في حد بيحاول يدخل حسابك البنكي ولازم تغير الباسورد دلوقتي، الحق الطرد بتاعك رجع، الحق الرخصه بتاعتك هتتسحب، عليك فلوس ميه متاخره ولو ما دفعتش هنشيل العداد. بيحاول يخليك ما تفكرش عشان انت تدوس على اللينك وتديهم البيانات، عشان انت لو فكرت هتعرف ان هو الموضوع مش صح. ودايما هيخليك تدوس على اللينك في نفس الرساله اللي بعتها، مش هيقول لك ادخل على الموقع الرسمي ولا على الابلكيشن واعمل حاجه من هناك، لا. هتلاقيه بعت لك لينك ويقول لك اشتغل من هنا. هيطلب منك طلبات غريبه، يعني مثلا لو بيكلمك في التليفون هيقول لك انا بعت لك رساله الوقت فيها كود اديني الاربع ارقام اللي وصلوا لك. طب انت تعمل ايه؟ اول حاجه افصل معاه لو رساله مسحها، ولو حصل وقعت في الفخ كلم الشركات المسؤوله فورا. يعني هو لو بيدعي ان هو من بنك كلم البنك وقول لهم حصل معايا واحد اتنين تلاته بحيث انه يوقفوا حساباتك. لو الموضوع فيه فلوس كبيره كلم محامي او محاسب بحيث يقول لك الحركه الجايه ايه. ولو انت شغال في مركز حساس حاول تتاكد من الناس اللي حواليك. لو لقيت حد مهتم بمجال شغلك بطريقه زياده عن اللزوم حتى لو قريب لك او بيمثل ان هو صاحبك او اللي هو الجيرل وات ايفر هو اصلا المسمى الاجتماعي بتاعه ايه، احذر منه. لانه في العلاقات الاجتماعيه ما حدش بيهتم بشغل حد، كل واحد في اللي مكفيه. لما تلاقي حد مهتم بشغل الجو كده وبيسال عن اسماء وناس وتفاصيل، لا ده حد مش مظبوط. وفي النهايه ركز كويس مره واثنين وثلاثه، ما تتعاملش مع ناس مش مضمونه، ما تردش على رسائل انت ما تعرفهاش. ولو شكيت ادخل الموقع الرسمي بتاع اي حاجه انت شاكك فيها، وهناك هتلاقي ارقام خدمه العملاء واللينكات الرسميه تقدر تتواصل معاها بدل الناس اللي بتتواصل معاك من ارقام غريبه او بتقول لك دوس على لينكات غريبه. وربنا يحفظنا، تقول بالعافيه، سلام.